الدور الجديد لارنولد الموسم دوت مع ليفربول هو سلاح ذو حدين زي ما شفنا النهارده قدام تشيلسي. هتلاقي الدور الجديد بتاع ارنولد الموسم دوت مع ليفربول ان ليفربول وهو بيبني الهجمه وهو مع الكوره هتلاقي ان ارنولد بيسيب مكانه ناحيه اليمين ويخش في نص الملعب. ده صحيح هيدي افضليه وزياده عدديه لليفربول في نص الملعب وهو بيبني الهجمه وهو مع الكوره، وكمان هيدي اضافه هجوميه كبيره جدا لليفربول في نص الملعب، ودوت اللي شفناه في الاسيست اللي عمله ارنولد لمحمد صلاح في الهدف الملغي بتاع محمد صلاح في الشوط الاولاني. ولكن المشكله الكبيره اللي هتواجه ليفربول في الدور الجديد بتاع ارنولد هي مساحات الشوارع في ظهر ارنولد ناحيه اليمين لما ليفربول يفقد الهجمه في نص الملعب ويتعمل عليه كونتر اتاك، وخصوصا اللي بيغطي في ظهر ارنولد ناحيه اليمين هو ابراهيم كانوتيه، لاعب بطيء جدا. وخصوصا كمان ان ارنولد عنده مشكله كبيره جدا في المواسم اللي فاتت في التغطيه العكسيه، وكان عامل مشاكل كبيره جدا لليفربول الموسم اللي فات، وده شفناه كمان النهارده قدام تشيلسي. فصحيح الدور الجديد بتاع ارنولد الموسم دوت مع ليفربول عده زياده عدديه وقوه هجوميه كبيره جدا لليفربول وهو مع الكوره، ولكن طبعا ليفربول تخاف عليه الموسم دوت في اي كونتر اتاك يتعمل عليه من اي فريق هيواجهه سواء في الدوري الانجليزي ولا في الاوروبا ليج.